عندي كلمتين لمجلس الشعب، مجلس النواب، الجهة الرقابية. مجلس النواب انتوا الجهة الرقابية، انتوا اللي بتراقبوا على الحكومة. اي وزير بيعمل حاجة غلط انتوا اللي بتستدعوه وبتسألوه. ما تنسوش دوركم، وده دوركم الرئيسي، مراقبة الحكومة وتشريع القوانين في صالح المواطن. فلما حضرتك تغفل عن طائفة كبيرة وجزء كبير من المواطنين يعادل أو يشكل ربع المواطنين، وتطلع تشريع ما ينصرهمش حتى في نقطة واحدة، يبقى احنا كده قدام قانون غير دستوري. لما حضرتك تتغافل عن التشريعات السابقة للدستورية، لما تتناسى أي أحكام سابقة أو أحكام موجودة بفعل القوانين المدنية وبفعل الدستور، يبقى احنا أمام قانون غير دستوري ووضع غير دستوري. يا مجلس النواب أنتم جهة الرقابة، ما تسيبوش السلطة التنفيذية هي اللي تديكم أوامر. يعني إيه المستأجر دافع خلو ودافع فلوس ودافع صيانة ودافع كل المصاريف دي، وحضرتك ما ادتلوش حق استرداد هذه القيم المالية المادية المعنوية في حقه في بناء. في ناس بانية الشقق أصلا ما كانتش شقة، حضرتك ما اديتوش حقه، متغافلا كل القوانين، كل الأعراف، كل التشريعات، رغم ان عندنا مواد في القانون ومواد في الدستور بتؤكد على ان من حق المستأجر يسترد كل ما أنفقه في العين. ومع ذلك مجلس النواب في تشريعه السابق تغافل عن هذا الأمر. بنكلم المجلس الجديد بنقول له دورك هو الرقابة على الحكومة. مفيش وزير أيا كان وضعه داخل المجلس خارج المجلس يديكوا أوامر. انتوا السلطة داخل هذا الوطن، يعني انتوا دوركوا رقابي. جيبوا رئيس الوزراء وسألوه عن الوضع الاقتصادي، جيبوا وزير الاسكان واسألوه عن المنصة. يعني ايه عايز حضرتك تاخد شقة قابلة للسكنة وتسكنه في مكان بدون مرافق وبإيجار عالي يعادل قيمة شقته 5-6 أضعاف، وعايزه ان هو يتنازل. تجيبوا وزير الاسكان تسألوه عن مخالفات الاسكان الاجتماعي، والناس اللي دفعت دي ما خدتش فلوسها ولا خدت شقق، وياخدوا فلوسها بالتعويض. مش ياخدوا فلوسها حضرتك قعد الشخص 5 سنين عمال يسدد لك في اقساط، وفي الاخر حضرتك حطيتها في البنك وحصلت منها فوائد وتقوله تعالى خد فلوسك بقى زي ما هي. لا، بالتعويض الادبي والمادي علشان اللي انتوا عملتوه.